معقولة تريدون ياخون العراق واسجل عليهم يا اصدقاء؟ يا اخي احس زحمه من تلعب ضد منتخب بلدك. لا والجول شي نور صبري، يعني اذا قولت عليه هاتريك يسحبون الجنسيه مني رسميا. وصلنا للملعب والجمهور كان تارسه ومحلي. بيتانو تدفع زايد تلعب زايد. استلم. وعلي الراوي المبدع كان راسبني بقلم الرصاص ومسوي علي مقلب هو وحسين صادق. انا ما اتوقع منك ابد. وقاسم الحكامي هو اللي جاب لنا الدريزات. طبعا هنا فريق المعالجين خاف احد ينصاب وماكو احد ينصاب، بس انا باللعبه. بيسو الدلال قبل المباراه. هذا من جايبت الكاس؟ هذا السكنونة لديكم لا خوف عليكم. وبدينا الحماة قبل الملحمة الكروية ضد العراق. هسه خلي اشوفكم المنتخب العراقي اللي راح يلعب ضدنا اليوم. حبيب كابتن انت ويانا علينا ما اعرف دخلت وياك. اكيد كابتن حياتي عمده فدوى وجهك. والله اليوم ايش راح قصك من عندي اليوم ابو حالوب؟ لولا الاصابه لكان على كلوزه فتح اليوم. اذا خسرتوا يعني انا ما موجود. اللهم صل على محمد وآل محمد. بدا الشوط الاول واكيد سكنون ورقه رابحه في دكه البدلاء. خسرانين 4-1 ويرادلها سكنون وينزل الشوط الثاني ويشعللها. انتهى الشوط الاول وتوجهنا للتعليمات الكابيتانو. والمشكله جولتشيهم انقلب علينا خليفه نور صبري. وبس شوفوا لي الكعب شباب بس شوفوا. شفتوا زين لو عيده بعد. باختصار لاعبين المنتخب بيهم مجال 10 سنوات على هاي اللياقه اللي شايليها. المباراه انتهت بنتيجه انتم توقعوها، وهاي الفرصه اللي ما سجلت على العراق. تقبلون اخونا؟ كنت اتمنى موسم اخير للنوارز الكبير، اكثر واحد دللني اليوم. والله بس هذا شنو الشبول مالك؟ ايش سويت لها؟ ما ادري شنو. المنتخب انا وياك بالثمانينات سوينا بيهم. سكنونا خلصوا بس يسوي دعايات بالنادر نروح عليه. اليوم راح يتقدم لي احلى كاس بالعالم، كاس العالم. سكنون لديكم؟ لا خوف عليكم. سكنون لديكم؟